واحد الحاجه اللي فرحتني من بعد جوج مقابلات اللي لعبوا المنتخب المغربي امام الكوت ديفوار وايضا امام ليبيريا، ليس هو الاداء ديال المنتخب المغربي لانه اداء عادي، اذ لم نقل انه اداء ضعيف. لكن الحاجه اللي فرحتني وبينت لي ان الكره المغربيه وان المنتخب المغربي عنده مستقبل كبير هم اللاعبين الاولمبيين اللي التحقوا بالتشكيله ديال وليد الركراكي، لان 4 ديال اللاعبين لعبوا المقابله اللي فات وبينوا انهم لاعبين من الطراز الكبير وانهم غيقدموا كثير للكره الوطنيه المغربيه. بلال خنوس وايضا العزوزي والسيباري والزلزولي، هاد اللاعبين هادو اللي لعبوا هاد المقابله هادي وبينوا انهم عندهم اداء كبير وان هاد اللاعبين غيكون عندهم مستقبل كبير في كره القدم الوطنيه المغربيه. لاعبين اللي عندهم مؤهلات اللي كبيره وكنظن انها افضل من اللاعبين الحاليين اللي كاينين في المنتخب المغربي الاول، لان هاد اللاعبين بينوا انهم قادرين انهم يلعبوا مع المنتخب الكبير في هذا السن الصغير. لاعبين اللي رائعين، لاعبين اللي عندهم مستقبل كبير، وهادشي هذا اللي فرحني وخلاني نطمئن على المستقبل ديال الكره الوطنيه المغربيه وعلى المنتخب المغربي.